السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بناتي أخواتي من مطبخي، مطبخ التوفير، أختكم في الله الشيف زينب عبد الحميد. هنعمل النهاردة حاجة عظمة، دونس بأطعمة مختلفة بصوصات مختلفة وأفكار. يعني ممكن تعمليها بصوص الشوكولاتة والبيضة والدارك، لكن احنا عملنا كذا صوصات. برضو هتلاقوها اللينك بتاع الصوصات في صندوق الوصف بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل الدوناتس زي ما انتم شايفين كده. مقاديره يعني لو عملتيها بالمقادير دي هيطلع معاكي ناجح 100%. عندنا 600 جرام دقيق منخول زي ما انتم شايفين، بمعدل لو انت ما عندكيش ميزان 4 كوبايات من الكوبايات المعياريه وعليه زائد معلقه. عندنا معلقتين سكر، معلقه بيكنج باودر، معلقه خميره فوريه، ربع معلقه ملح او رشه ملح، عندنا معلقه خل، عندنا بيضتين، عندنا 80 جرام زبده بيتحط في الاخر خالص، وعندنا كوبايه لبن ومعلقه. احنا حاطين اللبن ده بنحطه تدريجيا لغايه لما العجينه معايا تتشكل وتبقى ايه، عجينه كويس. اول حاجه نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحط عندنا رشه الملح بتاعتنا اللي على الدقيق، نحط كل المواد الجافه على بعضها، ومعلقه البيكنج باودر والخميره دي انا طبعا مجرباها عشان كده ما عملتلهاش اختبار. العجينه دي يعني الخميره دي جربتها في المخبوزات كتير وبتطلع الحمد لله، وفي طبعا في اجود منها واحسن منها في انواع يعني. يعني دي مجربه. لو مش مجربه بحط معلقه الخميره على معلقتين السكر على ربع كوبايه ميه دافيه واسيبهم على جنب واختبرها. هتعمل يعني فقاقيع كده يبقى هي نشطه. حطينا معلقتين الايه ومعلقتين السكر، وابتدي المواد الجافه اقلبهم مع بعضيهم. طبعا الخميره عشان انا قطعها وكده مش باينه ان هي خميره دريم زي ما انت شايف. طبعا ده مش اعلان ولا حاجه، ده مجرد ان انا بنقل لكم خبرتي في الانواع اللي انا جربتها ولقيتها كويسه. ممكن تكون بقى متخزنه عنده فتره فبتبقى ايه، ممكن تبقى مش تمام، فاختبريها افضل. انا عشان جربتها وبعمل حلويات وبعمل مخبوزات فمجرباها كويس. اول حاجه هنجيب البيضتين، احط عليهم معلقه الخل، احط عليها طبعا صاحبه البيض الفانيليا زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى ايه البيض زي ما انتم شايفين واخليه يتقلب شويه، وكده احط ايه الدقيق. هبتدي بقى احط الدقيق. اول حاجه هنعملها على الهادي عشان الدقيق ما تنطورش بره زي ما انتم شايفين كده. هبتدي احط الكوبايه بتاعه اللبن وانزل بعد كده بالتدريج. زي ما شايفين كده يا دوبك لم العجينه اهو في منتهى الجمال. العجينه كده بس لسه ايه، عايزه لها ضربه عشان تنعم. يعني كوبايه لبن ومعلقه يعني زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي العجينه. هحط بقى ايه 3 مكعبات الزبده دي على 80 جرام زي ما انتم شايفين كده. العجينه ناعمه زي ما انتم شايفين كده. دهنا الطبق بزيت وهنسيبه يخمر ساعه، ونغطيه بالستريتش زي ما انتم شايفين كده ونسيبه يخمر. لعمل جليد السكر او صوص السكر او كريمه السكر ملهاش مقادير، على حسب ما انت الكميه اللي انت عايزاها. يعني ولنكن مثلا هنعمل كوبايه سكر، مكوناته سكر ولبن، هنعمل كوبايه سكر بودره زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى اللبن عادي بالمعلقه، يعني هنحط معلقتين ونقلب لغايه ايه ما يتشرب كده. نحط ايه وادي برده معلقتين ونقلب لغايه لما نوصل للقوام، يعني ملهوش مقادير، بالاحساس كده يعني اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. زي ما انتم شايفين كده الكوبايه خدت 4 معالق لبن زي ما انتم شايفين كده. في الاخر بقى بنحط ايه نقطتين كده اهوت من الفانيليا، وده اللون يعني ده قوام اللي احنا وصلنا اليه. يا دوبك بس كوبايه سكر او الكميه اللي انت عايزاها زي ما انتم شايفين، وايه اللبن بالمعلقه لغايه لما نوصل على القوام اللي احنا عايزينه. زي ما انتم شايفين كده كل نوع هنعمل له لون زي ما انتم شايفين. هنحط اللون البلو، الوان غذائيه زي ما انتم شايفين كده، اللي هو اللون لو حطينا نقطه ونقلب يديني اللون ايه اللبني. عندنا اهو الاحمر والاصفر والاخضر. هنقلب اللون ده
ونقلبه كويس جدا زي ما انتم شايفين القوام الجميل واللون الجميل. احنا بنغلي بيه الدونس. هنعمل بقى ايه اللون الاخضر، هنحط نقطتين اخضر، وممكن نحط الاصفر والاحمر، بس طبعا ايه في بيبقى فيه صوص الفراوله حمراء وصوص المانجا او البرتقال بيبقى اصفر، لغايه لما نحصل على ايه اللون الاخضر اللي ادي نقطه كمان 3 نقط زي ما انتم شايفين كده. بنوزع اللون زي ما انتم شايفين. بدل ما اعمل احمر هحط لونين، هحط الاحمر مع الازرق هيديني موف. ادي نقطه ازرق نقطه احمر. هنقلب ونشوف ناقصه ايه يكتر، هل الاحمر ولا الازرق. زي ما انتم شايفين كده كده اداني اللون الموف البنفسجي. ازود الاحمر شويه واقلب. ادي الموف اختلاط اللون الازرق مع الاحمر، الاحمر مع الاصفر يديني برتقاني. بس طبعا احنا برتقاني، احنا عندنا صوص البرتقال ممكن يبقى يعني كطبيعي يبقى احسن. زي ما انتم شايفين كده يبقى عندنا اللبني وعندنا الموف وعندنا الاخضر اللي هي الصوص السكر او كريمه السكر او جليس السكر. زي ما انتم شايفين بيتحط الدونس عليه كده اهوت ويديني لون حلو. نحط عليه فورماسي في منتهى الجمال وبتعمل في ثواني. وبعد ما خمرت وعليت وبقت خمرانه كويس جدا هنبتدي بقى نرش شويه دقيق ونفرد العجينه عليها. نبتدي بقى ايه زي ما انتم شايفين كده خمرت. ابتدي احطها كده اهوت وارش عليها دقيق، بس بعد ما افردها كده اهوت الاول. ابتدي افردها بقى السمك اللي ايه الدونس ما يكونش خفيف ولا يكون سميكه زي ما انتم شايفين كده. ادي السمك بتاع الدونس ما يكونش خفيف يعني رقيق او ايه او تخين. طبعا ما عندكيش قطعه الدونس بتجيبي القطر اللي انت عايزاه زي ما انتم شايفين كده. وابتدي ايه احط كده اي غطا يكون كبير اهو زي ما انتم شايفين. عايزين الخرمه اللي في النص بنجيب القطر بتاع الكريمه كده اهوت بنعملها كده اهوت زي ما انتم شايفين اهي. نحطها تحت ورقه عشان ايه هنسيبها تاني ترتاح قيمه نص ساعه او ربع ساعه لو في الصيف. زي ما انتم شايفين كده احطها في صينيه لغايه لما ايه اكمل الباقي زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده في نوع بقى هنعمله زي ما انتم شايفين سليم كده اهوت، مش هنخرمه في النص عشان نحشيه. ابتدي اخد العجينه من وسطيها كده اهوت وابتدي ايه الفها تاني ابرمها وافردها واعمل ايه تدويرات زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده لمينا العجينه عشان نفردها تاني. وابتدي بقى ايه اخد العجينه بتاعتي يعني ايه اعملها كده اسويها كده كده واحطها ايه في ورق الزبده او اي ورق. عمل 22 واحده زي ما انتم شايفين. منهم 6 هنحشيه كده سايبينه كده عشان نحشيه نوتيلا او زبده اللوتس او زبده الفول السوداني او شوكولاته زي ما احنا ما بنحب يعني. دول 16 واحده ودول 6 زي ما انتم شايفين. الزيت حاطينه على النار ما تكونش عاليه جدا درجه حرارته منخفضه. وبعد كده ننزل الدونس بنشيله بالشكل ده يعني نمسك كده اهوت الدونسايه من غير ايه زي ما انتم شايفين كده ونحطها على النار. هغطيها بقى وترتاح ربع ساعه او نص ساعه قبل ما احطها عشان تخمر للمره الثانيه وتديني ايه فراغ من جوه يعني ما تبقاش مكبوسه. زي ما انتم شايفين كده عملنا نسخه تاني شايفين عشان خاطر ممكن تعملي بيه مشروع زي ما انتم شايفين كده عشان العجان طبعا مش هيشيل كميه كبيره. زي ما انتم شايفين كده هنعمله بقى زي ما عملنا رشينا اهوت الدقيق زي ما عملنا الكميه الاولانيه هنعمل الكميه الثانيه. عندنا بقى الصوصات اللي احنا حضرناها جليز السكر ال3 الوان اللي احنا عايزينهم. عندنا الصوص الفواكه اللي هو ده صوص البرتقال، صوص الفراوله، صوص المانجا، صوص الليمون. عندنا من ال3 صوصات صوص الشوكولاته وده صوص الابيض الحلويات ده يعني صوص الشوكولاته البيضاء وده صوص الكراميل. بالنسبه بقى للفورمايسي اللي هو اللي بنجمل بيه الفورماسي جميع الالوان بالشوكولاته وملون وبنفسجي او ابيض اللي انت بتحبيه. وعندنا الفستق الكداب زي ما انتم شايفين كده اهوت ممكن ايه نرش على الوش كتزيين يعني. ادي الصوصات احنا بنعملها قبلها بيوم وعشان تبقى جاهزه ونحطها باب الثلاجه بتبقى مدى صلاحيتها بتبقى شهر باب الثلاجه، لكن في الفريزر بتبقى ايه صلاحيتها اطول من كده. وعندنا زبده الفول السوداني وادي زبده اللوتس على وممكن نجيب بديل النوتيلا للحشو. الحاجات دي للحشو.
زي ما انتم شايفين كده محضرين التزيينات بتاعه الدوناتس. دلوقتي هو بيخمر المره الثانيه من نص ساعه. هبتدي احط الزيت على النار واقليه عادي زي ما زي اي حاجه بتتقلي. زي ما انتم شايفين كده دافي يعني مش سخن قوي، وبنعمل كده اهوت بنحطه على النار كله بنفس الشكل ده. زي ما انتم شايفين كده بيتنفخ في قلب الزيت. ما نقلبش على الوش التاني الا لما يعني يمسك نفسه كده اهوت ويتشمع، بعد كده اقلبه على الناحيه الثانيه. زي ما انتم شايفين كده بنقلبه بالطريقه دي اهو. الكميه دي جميله تفتح بيها مشروع. هنبتدي بقى نشوف الحشو بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده هنبتدي بالصوص الشوكولاته. نعمل كده اهوت ونبتدي نحطه كده اهوت. نحط بقى الفورماسيه كده اهوت. لو كان شوكولاته بتحطيه الوان يعني حاجه فاتحه، لو كان فاتح نحطه شوكولاته. وهنا الصوص الابيض اهو زي ما انتم شايفين. ابتدي احط كده ويصفي بقى تحت المصفى. احط له بقى الشوكولاته، صوص الفورماسيه بقى الشوكولاته الغامق. احط له فاتح والفاتح احط له غامق زي ما انتم شايفين كده. ممكن اي تزيينات عليه زي ما انتم شايفين. نعمل بقى كل الصوصات بالطريقه دي ونرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده منظر جميل جدا زي ما انتم شايفين. ده بقى لسه بقى اللي احنا هنحشيه. طلع 30 قطعه و12 من اللي هيتحشي يبقى 42 قطعه عملناهم في البيت. ده بقى هيتحشي زي ما انتم شايفين من الظهر، والوش نحط له صوص شوكولاته او صوص الابيض. هنحط بقى هنا اهوت زي ما انتم شايفين كده. وممكن زي كده اهوت. والاول ممكن نخرمه الاول بالمقمار من تحت كده اهوت. نخرمه كده اهوت وهو فاضي من جوه، ونحشي بيه بقى الحشوات بتاعتنا. عاملاه زبده اللوتس زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده حشيناه وادي كده اهوت زي ما انتم شايفين كده. هكمل الباقي بقى حشو وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده في غايه الروعه والجمال وكميه يعني كبيره. تقدري تفتحي بيها مشروع او تعملي حفله عيد ميلاد او حفله زواج. بتعملي انت الدونس في البيت وكده اهوت جنب منهم حاجات وتورته وكده زي ما انتم شايفين. يا رب يكون وصفه سهله وبسيطه. هي بصراحه سهله جدا، حتى التحمير بتاعه ما بياخدش ثواني يعني دليل على الجنبين. واحنا طبعا اهم حاجه نهدي النار عشان خاطر يستوي من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين. يعني وصفه جنان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.